أخطر استثمار ممكن تهمله هو الاستثمار بنفسك. التطوير الشخصي مو شيء كمالي، هو أساس أي نجاح. الشباب إذا بدهم يفتحوا طريق جديد بسوريا أو برا لازم يبدأوا من حالهم. مو بالضرورة كورسات غالية، أحيانا كتاب واحد، تجربة عملية أو حتى عادة صغيرة يوميا بتغير حياتك. نصيحتي للشباب: اقرأ وتعلم باستمرار، المعلومة اليوم أرخص من أي وقت بس قيمتها ما بتنتهي. درب نفسك على مهارات جديدة، مو بس الحصول على شهادة، لازم يكون عندك مهارة عملية. ابني شبكة علاقات، الناس الصح بيفتحوا لك أبواب ما بتفتحها الشهادات. جرب واغلط، الغلط أكبر مدرب، بس المهم ما تكرر نفس الغلط. طور عاداتك اليومية، 30 دقيقة كل يوم على عادة مفيدة، بعد سنة بتلاقي حالك شخص تاني. لهيك إذا بدنا شباب ينهضوا بسوريا الجديدة، بدنا شباب يعرفوا إنه التطوير الشخصي مو خيار، هو واجب، وأي خطوة صغيرة اليوم ممكن تكون الفرق الكبير بكرة.